السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم مرة أخرى أحبابي. أنشاتي سادتي قرودتي. نعم، اسمعوا وولي الأوامر يصاعوا. في بداية هذه الحلقة إن شاء الله تعالى لن نطيل عليكم. نعم أحبابي، سوف نأخذ اتصالا مباشر. مهدي، أيوة اتصالات. شوفي على كل. نعم، يقول هناك اتصال. ألو. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. شيخ أريد أسألك يا شيخ. نعم يا شيخ، يصير نجلس في المجالس هاي اللي يسبون فيها الأئمة أمثالك مثلا؟ يصير يا شيخ ولا ما يصير؟ لا ليس هكذا. نعم. وهل هناك سؤال آخر يا حضرة جنابك؟ دعواتك يا شيخ. دعواتي. الله يرفع عنك ولا يبتلينا. أحبابي، هذا الرجل الذي دائما يتصل ليس لديه ما يشغله غيرنا. نعم، اسمعوا أحبابي، ألم تسمعوا بقصة ذلك الرجل الذي يسب الأئمة والمهديين ويشبني؟ نعم، إن تبغوا أن تجالسوهم فقد تنقلب إلى قطة أو دجاج كنتاكي أو إلى ضفدع أو إلى فار أو إلى قردة أو إلى حلزونة وكثير من الضفادع. نعم. وهذه السباب والشتام في مجالس الأئمة والطاهرين قد تنخسف بك الأرض وتنخسف أنت. نعم أحبابي، لا تجالسوهم، فهناك من جلس وسب الأئمة ومن ثم بال على التراب الكربلائي. أتعلمون ماذا صار؟ انقلب نصف إنسان ونصف كنغر. نعم، وهذه مثبت وقد أثبتها أبو دامع. نعم. ننتقل إلى قصة أخرى، قصة الأسد. كان المهدي في غابة ويكشت طال عمره في الغابة، وكان معه بعض الحواشي والحاشية، فذهبوا يسيرون فخافوا من أن تأتي عليهم الذي تفترس خام، لكنهم قال اذهبوا ولا عليكم وإذ بأسد يأتيهم من الرغب. ووضع يده على مكان قدم المهدي فدعس عليه المهدي، فقبل الأسد رجل المهدي. نعم، قبل الأسد رجل المهدي وقال المهدي أو ماي قاد. نعم، فقال يا مهدي، لدي زوجتي اللبوة لديها المخاض منذ 3 أيام ولم أدري ما أفعل. فذهب وقال المهدي اذهب وسترى ماذا سيحدث لها. فذهب وهو يقول نعم شكرا يا مهدي، شكرا لكم، أنا شكرا كثيرا، حياكم ومع السلامة وكذا عليكم. وعندما ذهب وجد أن زوجته قد أتت بأسد صغير واسمه سيمبا. نعم أحبابي، نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ونراكم على خير مع قناة أحمد المهزي. سلام عليكم. أنا ما أعرف قصيت هذا الخبر ولا لا. الأسد الذي في الغابة في الضيعة قصيت هنا ولا ما قصيت؟ في رواية واحد من أصحاب الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه قال سيدي احنا بنسلك هذا الطريق الأسلم والأقرب، هذا الصراط منا نطلع، بس هالغابة فيها أسد. قال الإمام لهم أولاد فاطمة محرمة على السباع. قال سيدي أنتم أولاد فاطمة أنا شنو؟ قال نعم، ما خاب من تمسك وأمن من لجأ. قال معاه دخلوا في الغابة، اجى الأسد فعلا راكض، الإمام على جواده، الأسد وضع يده محل موضع القدم في الفرس. هاي الحلقة الحديد اللي يجعل فيها الفارس قدمه،
الأسد وضع يده. الإمام وضع قدمه فوق يد الأسد، الأسد طأطأ وقبل قدم الإمام. خوف واحد بذهنه شوية ما يقبلها عقلي وما أعرف، اليوم هواية خزعبلات عند الوادم، حسباله عقله اللي أوجد الوجود، ما يدري عقله ما أشتري بيه باكتين كرفس. خوف واحد ما يقبلها عقله بعيد ولا قريب، قل له عمي هاي الرواية موجودة بمنتهى الآمال للشيخ عباس القمي في الجزء الثاني في باب معاجز الإمام كاظم، ترى هاي أبسطهم، إذا أقول غيرهم خوف صلى على محمد. ففي الدور بالكاميرا يشرد إذا نسولف معاجز موسى بن جعفر. موالينا الأعزاء، أن الإمام موسى بن جعفر يقول دخل إلى الغابة إلى الضيعة، وجاء الأسد وضع قدمه محل موضع قدم الإمام، الإمام وضع قدمه فوقه قبل قدم الإمام، بكى الأسد، همهم الأسد، الإمام همهم بلغته، انصرف الأسد ينحني 3 مرات كأنه يقول اللهم لا تجعله آخر العهد مني. شايف انت شلون تطلع من الزيارة؟ ظهرك ما تعطي الإمام، كل أدبك تقول له سيدي لا تحرم من زيارتك، لا تجعلها آخر العهد مني. اليوم زرتك موسى بن جعفر خوف تنقطع الأسباب سيدي، خوف حدود تبنعني عنك، خوف ما أقدر أوصل. الأسد انحنى. يقول صاحب الإمام سألته قلت سيدي ما الذي قلت وما الذي قال لك؟ قال لي عندي لبوة، زوجة الأسد لبوة، عندي لبوة وقد بلغها المخاض واشتد عليها العسر وتكاد أن تموت منذ 3 أيام، وضاقت بي الأبواب يا باب الحوائج. جيتك أنت موسى بن جعفر، ضاقت بي الأبواب يا باب الحوائج. الإمام بكل أدب بكل تواضع قال ابشر يا أسد، رزقك الله منها ليل، أنا الآن أذنت بهذا الأمر، الله أوكلني بهذا، روح. عاهد الإمام أن لا يأكل من محبين موسى بن جعفر. والله العظيم انت تدري ان الإمام ان باستطاعته يقلبك إلى قرد ولا إلى كلب، تنخفس زي بني إسرائيل، زي ما انخفسوا، تنخفت تصير آخر عمرك قطوة، تصير آخر عمرك قطوة، أخذك وأحطك في قفص. والله العظيم يخليك ملح، يخليك أرنب حتى، وانت تجي الآن تغلط على الإمام. والله أنا ما أقدر أجلس، أنا أخاف أنخفز زيك بكرة. والله أبو دمعة صار قطوة، ولا صار غرلة، ولا صار قرد. بكرة أبو دمعة يصير ما بجالس أنا وياكم في الغرفة، لا يعني إن جلست في هذه المجالس التي يطعن فيها الأئمة المعصومين من أهل البيت سلام الله عليهم، أنا مذنب، أنا غلطان. هذا في واحد وهابي يغلط على الأئمة، هذا سالفة قديمة ذي، وقال للشيعة يا شيعة هذا أنتم تكذبون، وهذا ذي مو بأئمة، وقام يسب فيهم، وقام وبال على التربة الكربلائية. تدري انت شنو صار فيه؟ تدري ولا لا؟ تدري انه صار نص كنغر ونص انسان، وحتى انه قالوا انه حيوان، صار حيوان مو بمعروف بعد يقولون. حقيقة انا قاعد اكلمك بالحقيقة، صدق دي صايرة. اسأل